ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام. إن شاء الله يا رب كلكم بخير، تكونوا بصحة وسلامة. اليوم حبيت أشوفكم السوبر ماركت الألماني اللي إحنا دائما نتسوق منه. هذا هو اسمه الليدر. دائما يعني إحنا نتسوق من عنده، يعني مو كل الشغلات بس مثل الطحين أو الزيت أو هيك شغلات. الطحين، الزيت، السكر، الملح، الحلويات يعني، وباقي الأغراض نجيبها من السوق العربي. شوفوا هاي الماكينة نحط بيها كل البطاطا. حبيت اشوفكم. وهاي بعد ما انه ينحسب الي الفلوس، شوفوا بعدين يطلع من هذه الفتحة يطلع وصل. طبعا انا تأخرت وطلع الوصل هسه. كل جميع القاعدة يعني او القزازة بالمصرف أو وهسه راح اكمل وارجع اشوفكم. وهسه شوفوا حطيتهم كلها، وهاي هيجي يطلع الوصل. وهسه هذا قسم الحلويات، دخلت المول. هذا قسم الحلويات بأنواعها. شوفوا الشغلات الحلوة. طبعا عندهم الحلويات كلش رخيصة لأن هما ما ياكلون قليل، حتى أطفالهم بس بيوم الأحد. شوفوا هذا الشاي بالأعشاب، أنواع الشاي. هذا العسل. يعني عندهم هم شغلات كلش حلوة. هاي هنا الشوكولاتة، هاي النوتيلا. Kasse 2 bitte. شوفوا ما شاء الله هاي الحلويات يعني كلش رخيصة. تاخذون أكياس يكون بيها هواية، يعني سعرها بالعراقي 1000 دينار. Kasse 2 يعني كل bitte. الناسات اللي يعني نقول راقي أو رخيص كلش هنا الحلويات. بس الحلويات هنا عندهم رخيص لأن ما ياكلونها. وهاي هنا الخضار والخضرة. شوفوا
بس هم يبيعون كلش غالي الخضرة، يعني نادر انه يسوون تخفيضات على الخضرة، يعني تفرق مثلنا احنا العرب. هذا الخس، شوفوا هاي الخضروات، هاي البطاطا يبيعونها اكياس. هذا البصل. ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتكونون شفتوا الشغلات الألمانية. هذا الخيار مالتهم يبيعونه على الوحدة. هاي الطماطم، أنواع الطماطم. هاي الطماطم الصغيرة عندهم هي هاي ياكلوها مثل الفاكهة. يعني هم يحطون أنواع الطماطم كل وحدة يخلونها إلها سعر. وهسه أنا راح آخذ طماطم وأرجع أكمل لكم الفيديو. وهسه رجعت أكمل وياكم أشوفكم. هاي الطماطم الصغار المعلبة فيها ألوان يخلون الأصفر والأحمر، شوفوها. هاي الصغيرة بعد شوفوها ما شاء الله منظرها كلش روعة، يعني صدق الواحد يستاهل ياكلها. عندهم هنا يعني هم موضوع أو ميزة، هم ما يشترون مثلنا. يعني إذا هسه هم يجون يشترون من الألمان كل واحد ياخذ وحدة، ياخذون طماطة وحدة، خيارة وحدة، من كل شي وحدة، حتى الفواكه ياخذون وحدة. هاي الفواكه شوفوا هاي الفواكه. طبعا يعني أنا أعتذر إنه كل شوي أقطع التصوير، بس لأنه يكون أحد موجود فأقطع التصوير وبعد ما أروح أرجع أكمل لكم. شوفوا هاي الفاكهة سبحان الله، وأنا ما أعرف اسمها بالألماني ولا حتى بالعربي، بس طيبة كلش. شوفوا الفواكه ما شاء الله على الجمال. هاي تشبه شجرة الياس لما يطلع ورد. شوفوا هذا الأناناس. وهاي المانجا إلى عشاق المانجا. وهاي المانجا بأحجام، شوفوا هاي كلش كبيرة. وأنا مع عشاق المانجا خليه يجون يشوفون الفيديو. وهذا الكيوي. طبعا هاي كل الفواكه أنواعها وأشكالها. هذا السندي، التفاح الأخضر، الأفوكادو. وين عشاق الأفوكادو. وهاي همينة طماطة بس على شكل فاكهة. شوفوا شكلها، تكون داخلها ورق مغلفة بس هي جواها داخلها طماطة بس تكون حامضة، بس همينة كلش طيبة. وهذا البطيخ
البطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر. يعني كل شي ما شاء الله حلو. هذا العنب أنواعه وألوانه، شوفوا الأخضر والأسود والأحمر كل الأنواع. وهنا الفطر، وهنا ما شاء الله هذا نعناع. هاي ياخذونها يخلونها بالمطبخ ويظلون يقطعون من عندها شوي شوي. واو ما شاء الله، حتى معدنوس أو البقدونس. وهذا ريحان، بس ريحانهم يختلف عن الريحان العراقي. وهذا الكرات، هاي يخلوها بالمطبخ وكل ما يطبخون ياخذون شوية يثرمون. وهذا الفلفل، وهذا كل شي موجود. وهذا الزنجبيل، ليمون أخضر، بس هاي ما عرفت يمكن أفوكادو. وهاي القرع أو اليقطين. وهسه ننتقل هنا البسكوت هاي الكوكو كوبس أو كورن فليكس. هذا من الأطباق بأنواعها أشكالها، حتى مع الكبار للدايت من أكو. شوفوا بأنواعه، هذا للكبار يلي يسوون دايت، تكون وجبة صحية إلهم. شوفوا بأنواعه. هذا البسكويت يمكن الفيديو كلش صار طويل عليكم، بس يلا تفرجوا ورجع ممتع إن شاء الله لكم. هاي كل شغلات البسكويت أو البسكوت. وهسه ننتقل لمرحلة الخبز. هنا الكروسانة، هنا شغلات الكروسانة والكيك الجاهز. شوفوا همينه بأنواعه، الكاب كيك، خبز الحليب. وهذا خبز الهمبرجر، لا العفو الشاورما. شوفوا وهذا الخبز التركي، هذا الخبز الأسمر مال الرجيم. هم أكتر شي ياكلون منه مال الرجيم أو السكر اللي عندهم سكر. وهنا التوست. وهنا الصمون بأنواعه، هذا صمون الهمبرجر. وهذا الصمون هو جاهز، بس تدخلوه الفرن يعني يصير مستوي كلش، يصير مشقر بس كلش طيب، حيل حيل طيب. يعني هو هسه عجينة ترجعون تدخلونه الفرن ويستوي يصير كلش طيب. وهاي المكسرات بأنواعها وأشكالها.
وهاي عليها بهارات تكون متبلة بها Kasse توابل. 2 bitte. ممكن اخذكم على البرادات. هاي البهارات التوابل، شوفوا جميع اشكال التوابل، بس تكون غالية يعني بعض الأحيان. هذا الملح، هاي شغلاتهم السمك كل شي، بس احنا ما ناخذ من عنده. هسه اشوفكم الخبز الجاهز اللي يكون مستوي، شوفوا بأنواعه. صمون، هذا الأسمر عليه، شوفوا. هذا الصمون اللي قلت لكم عليه يصير هيجي بعد ما ندخله الفرن. شوفوا هاي الكروسانة، هذا بالملح بس كلش طيب. أشكال وأنواع الصمون. وهاي هنا الدونات، شوفوا شكلها ما شاء الله يشهي. هنا كروسانة بالشوكولاتة، كروسانة بدون شوكولاتة، يعني كل شي ما شاء الله متوفر. وهاي هنا الحليب ومشتقات الحليب، شوفوا. هذا حليب للكافي حتى يفتح لون الكافي. هاي الأجبان، هاي الكريمة السائلة، هاي أني أجيبها وأسوي منها قمر العرب، شوفوها. وهذا هم حليب أستخدم أني للكافي، مختص مبيض يعني. وهسه رجعت لكم، أنا أعتذر يعني بدي أقطع الفيديو. هنا العصاير واللبن بأنواعه وأشكاله وأنواع الطعم والنكهات. هنا الشغلات اللي لازم تنحط بالبراد، هذا الحليب يكون كامل الدسم يحطونه هنا. شوف الأجبان، هنا كولا يحطون قسم من الكولا حتى تصير باردة. هنا العصاير اللي يخلونه هنا بالبراد معناته انه عصير طبيعي. بأنواع العصير. انتم هنا شوفوا هاي السلطة جاهزة، لان هم ما يطبخون فيشترون كله جاهز، فيكون موجود لهم بالسوبر ماركت سلطة جاهزة، اكل جاهز، يعني هواي اكو شغلات اكل هم يلقوها هنا جاهزة ياخذونها وياكلونها. وهاي العجينة اللي انا سويت لكم منها بقلاوة موجودة هنا، هسه لازم اخذ منها. هاي اللحوم والسلامي
كل أنواع اللحوم. كل جميع أنواع اللحوم. وهسه ننتقل للآيس كريم. عشاق الآيس كريم يلا تعالوا نوروني أنواع وأشكال الآيس كريم. شوفوا ما شاء الله. ناخذكم هسه جولة ويا الفوق، بعدين ننزلكم على الجوا. هاي الفواكه المثلجة أو المجمدة. شوفوا الآيس كريم والجمال. كل أنواع الآيس كريم. هسه لازم آخذ وحدة. وهسه لازم انهي الفيديو، وهذا كان نهاية الفيديو. ان شاء الله يا رب يعجبكم، واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك يصلكم كل جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.